طول السنه قاعده اشتغل. جين زي. انا جن. شوفوا لنا حد يقول لنا احنا جن. لو سمحتي الموضوع ده بيوجعني لان انا بحس ان انا مش عارفه انا اي بيلونج فين. يعني برضو حاجه غريبه جدا ان انا طول عمري عايشه حقبه كبيره قوي من حياتي وفجاه اكتشفت ان انا جن حاجه. لا لو سمحتي انا تقريبا لو بنطقها صح ميلينيال. الميلينيال لو بنطقها صح لو بنطقها صح ميلينيال. ومش عايزه حد ينتقدني. من دور عيالنا كده احنا بنبعد احنا قلنا احنا فين تقريبا ميلينيال. احنا وانتي انا ميلين الحمد لله. وانا كمان. ايه الطريقه دي؟ انت فين؟ معايا بطاقتك لو سمحتي. بطاقتك لو سمحتي. لو اخر سنه في الاكس. لا انا معاكم في على فكره لا انا الميلينيال ده انا حطيت رجلي فيه ومشي. يعني انا حطيت رجلي فيه وما اتمحك فيه طول النهار مش عارفه على اساس هو ايه. قدم قوي ما تمحكيش فيه قوي بقلبي يعني عشان هو بالنسبه لناس كتير بقى بالنسبه لي ده حلم على فكره. بالنسبه لي انا ده حلم. بعطيك والله. انا ابني جاي مره يقول لي ماما انت مواليد 1800 وكام؟ قلت له لا لا يا حبيب ماما مين 1800 ليه؟ بس احنا عاملين مجهود. 18 ده كام؟ احنا كده احنا اهالينا لما كانوا أيوة قدنا صح. زمان كانوا كبار كده وستات كده. احنا عاملين مجهود رهيب ومتهزقين يعني بعد كل ده. زي بنت اختنا الثالثه انا وساره فكانت مره واقفه مع اصحابها وهي طولي يعني انا شايفه ان انا ممكن ابقى شبهها عادي. فرحت قلت لهم مش انا شبهها هي واصحابها وشكلي قدهم فابتدوا يقولوا لي لا طبعا. قلت لهم لا طب هروح اقف بس وشوفوا كده. رحت وقفت وبعدين اول ما وقفت وببص لهم انا ما انا لابسه هودي زيهم وعادي ويعني تمام يعني انا شايفه تمام. اعمل اكتر من كده. راحت على طول صاحبتها قايله لي انا عارفاكي انت صاحبه بابي ومامي. وانا ليه كده بابي ومامي ايه ده انا جايه اتمحك فيكم ان انا قدكم. كويس مامي بابي مش صاحبه تيتا مثلا. بس هي برضو بتبالغ يعني هي برضو رايحه تقعد مع واحده ليه قد ولادنا برضو يا مي يعني. انا بحس ان انا صغيره. بصي انا هقول لك حاجه انا بغض النظر عن ان انا مش صابغه شعري الابيض ده كله. انا ماما كانت تقول لي انا لغايه دلوقتي لما بقف قدام المرايه بشوف نفسي زي ما انا كنت شايفه نفسي من 20 30 سنه فاتوا. امي تقول لي كده مع انه انا شايفه ماما النهارده وماما من 20 سنه 30 سنه فاتوا لا هو في فرق كبير. الواحد ما بيشوفش نفسه قد ايه بيتغير. يعني انا بشوف نفسي دلوقتي زي انا لو لبست مريالة المدرسه عادي زي ما انا شكلا هبقى زي ما انا لا لكن اللي بره مش شايفك زي ما انت شايفه نفسك. فاهمه قصدي؟ انا بيشوفونا بطريقه تانية. مره لقيت ريفيو والله دي قصه كانت بالنسبه لي عجباني بس ما فوقتني بطريقه تانية. شفت دكتور بتاع بوتوكس وفيلرز وحاجات كده راجل عجبني قوي شغله فقلت انا عايزه اروح يعني اسمع هيقول ايه. فدخلت قلت له قال لي حضرتك عايزه تعملي ايه؟ قلت له انا حاسه ان دول كده واقعين وحاسه ان هنا في حاجات وكده. فراح قال لي لا انت مش محتاجه خالص. انا شايف ان حضرتك مش هينفع تعملي بوتوكس وفيلرز وكده انت محتاجه عمليه محتاجه من هنا تتشدي من هنا انسف حمامك القديم. فانا بجد نزلت وماي كانت معايا نزلت قلت لها حبيته قوي فيري اونست. قال لي ان انا مش محتاجه. والله العظيم هي نازله اشراقه وحبيته وانا بالنسبه لي قال لي ان انا مش محتاجه. فبدات تقول لي ايوه هو قال لك انك مش محتاجه. انت محتاجه تشدي وشك انت محتاجه تعملي عمليات. انت في حته ثانيه والله مش محتاجه تعملي بوتوكس وفيلر.